مرحبا عزيزي هشام، أتمنى أنك أصبحت بصحة أفضل. الفرق ديال السن بيني وبين الوالد أكثر من 40 سنة. يعني 40 سنة يعني ولدك هو عنده 40 سنة. علاش تتولدوا الولاد وانتم كبار؟ علاش؟ هذا الشيء اللي كيخلي العقلية ديالو مختلفة تماما على ديالي. هو عاش واحد الطفولة مقودة وصعيبة وباغيني حتى أنا نعيش بحاله، واخا الظروف المادية مزيانة، عايش محروم من بزاف د الحوايج. وكل ما كنبغي شي حاجة كيعاود ليا نفس الجملة اللي حفظتها. أنا منين كنت قدك ما كانش عندي هذا الشيء، بسبابه مرضت وتبعت مع طبيب نفساني لمده 3 سنوات. بطبيعه الحال ماشي هو اللي خلص، هلكني فيها غير بالمهدئات حتى قطعته. واش كاين شي حل؟ اخويا انت حساس بزاف، حساس بزاف اخويا. السيد مغديك معشيك مسكنك ملبسك، وانت كل مره غادي تطلب منه نايكيه ب 3000 4000 درهم، ولا قال لك ما نخلصهاش عليك صافي انت حماقيتي وليت تاكل الدواء وداك الشيء. ما فهمتش انا. راه هو غير مسؤول على انه يبرعك. باش نكونوا واضحين، راه الوالدين ما مسؤولينش انهم يبرعوكم. الوالدين عندهم مسؤوليه وحده، هي تبقاو على قيد الحياه. باش تبقاو على قيد الحياه خصهم يوكلوكم. ما يوكلوكمش بالضروره الكافيار، يوكلك ما تموتش. فوالا تيوكلك، تيلبسك، داير لك سقف فوق راسك، تيخلص لك المواد الاوليه، وتيخلص لك الادوات والبركار والمسطره والمثلث باش تمشي للمدرسه وتقرا. هذه الحدود ديال المسؤوليه ديال الوالد ديالك. غير مسؤول انه يبدا يخسر عليك الفلوس ويبدا يلوح لك الفلوس، وهذه غير مسؤول على ذلك. باش نكون معك واضح يعني. راه الناس اللي لاباس عليهم، المشاهير اللي لاباس عليهم، تعلموا واحد القضيه، لان علماء النفس تيقولوا هذه الهضره هذه. تعلموا واحد القضيه ديال ان ولادهم خاصهم يتمحنوا شويه في الحياه. ضروري تتمحن شويه في الحياه. ما يمكنش انت من نهار تولدتي وما تيوكلوك بمعلقه ديال الذهب. ما غاد تكونش الشخصيه ديالك. خاصك تكرفس شويه في الحياه باش تكون عندك شخصيه قويه. تجي تلقى المشاهير دابا تيدخلوا ولادهم المسائل اللي فيها شويه ديال ستراغل، كما تنقولوا ستراغل، تتستراغلي، تتعاني شويه، صيفطوا عاوتاني لشي كامب ديال التدريب وديال تعذب شويه. ما تبقاش تكون مريح انت مترتر وتيعطيوك تاكل ويعطيوك هادي وصافي، بحال اللي مربي تما شي قط ولا شنو. هذاك راه انسان، خاصك تكون. يعني هاد باك هذا راه نورمالمون راه ربما ما تيدير معك حاجه مزيانه، راه باغي يعلمك انك تعتمد على راسك وتخدم وتكافح كما هو خدم وكافح ودار الفلوس. فانت خاصك تخدم وتكافح وتقرا ودير من هنا. ماشي تقول لي اعطيني ويقول لك ما عطيتكش وتمشي انت تمرض وتمشي تخلص للطبيب النفسي. وهذه واش السيد صاحبي كان سد عليك في لاكاب؟ الا كان سد عليك في لاكاب 17 سنه، هو سد عليك في لاكاب، داير لك السنسله وتيلوح لك مره زيتونه ولا جوج من الشقه باش ما تموتش، ديك الساعه نفهمك. ديك الساعه انا نطالب ان الوالد ديالك يشنقوه. ولكن انت صاحبي ما فهمتش. يعني انا ما تتبانش ليا خاص توصل لهذه من غير الا كان عندك شي مشكل نفسي في راسك. ما تلصقهاش في الوالد. عندك مشكل نفسي في راسك، يعني انت راسك ماشي هو هذاك، ماشي نورمال، فتابع مع طبيب نفسي وما تلصقهاش في الوالد، لان ماشي مسؤوليه الوالد هذه.